النهارده لقيت واحد صاحبي باعت لي رسالة وبيقول لي يا علاء مش عايز تنزل تشتغل شغلانة حلوة؟ رديت عليه بسرعة وقلت له ايدي على كتفك، بس الشغل عبارة عن ايه؟ قال لي هتشتغل غوريلا في الافراح وكل فرح هتاخد 200 جنيه. طبعا رحت مع اني عارف انها شغلانة تقل القيمة، بس كان لازم اشتغل عشان ما بقاش واخد ليسانس الحقوق على الفاضي حتى. ومن اول يوم لقيتها شغلانة سهلة خالص. اولا انا كنت بعاني من وانا بلبس لبس الغوريلا اصلا، فبقيت عامل بالظبط زي البالونة ومش قادر حتى اتنفس. ومن اول ما الاغاني اشتغلت انا نزلت ارقص وسط الناس عشان اليوم ده يخلص بقى. بس منهم لله العيال الصغيرة عشان اول ما شافوني فضلوا يرموا صواريخ تحت مني، ومن الكبيرة كمان، غير ان كان في شباب منهم لله راكبين توك توك، ومنهم واحد شكله شارب او تقريبا كده كلهم شاربين، وكانوا مصممين اني اطلع ارقص فوق التوك توك. انا معرفش لقيت نفسي فجأة ازاي فوق التوك توك والشارع كله بيتفرج عليا، والحمد لله وقعت من فوق ونزلت على ظهري، وساعتها الفلوس اللي اخدتها عملت بيها اشاعة ورجعت البيت وانا متبهدل خالص.